السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي خير ان شاء الله. النهاردة بقى غدانا عند اختي. آه، احنا كنا رايحين بالصدفة وعملنا بقى غدوة سمك جميلة كده واحنا واقفين. تمام. زي ما انتوا شايفين رز بقى بالبصل الجميل المشهور مع السمك. يلا بينا بقى نقوله بدأنا وعملنا ايه. في البداية جبنا بقى السمك كده زي ما انتوا شايفين. طبعا نضفناه وغسلناه وعملنا له الدقة الجميلة ديت. تمام. وحشناه وسبناه شوية في الثوم بالبهارات بتاعته. علشان تاكلي احلى سمك لازم تعملي الطريقة دي. تمام. هنبتدي بقى ايه نحطه في الدقيق بالشكل ده. تمام. في بقى اللي حابب يحطه في صلصة وفي اللي حابب ياكله ايه ناشف بالطريقة ديت. كان بصراحة احلى يوم بجد والله. زي ما انتوا شايفين. طبعا نفضي بقى الدقيق كده من على السمكة عشان لما تيجي تقلي ما يبقاش الزيت كله دقيق. ويا ريت تحطي كمان يعني شريحة ليمون في الزيت وانت بتقلي عشان ما يعملكيش دخان كتير في الشقة حتى لو كان فيه شفاط. تمام. هنعمل بقى السمك كله زي ما انتوا شايفين كده ونركنه بقى على جنب يتشرب شوية من الدقيق. تمام. هننزل بقى بيه في الزيت. كان يوم جميل بقى الأطفال بيلعب مع بعضهم كلهم. كان يوم حلو بصراحة. هو يوم الجمعة ده مشهور يعني بأكلة السمك وبما إننا بنحب السمك البلطي بصراحة أكتر الأكلات هو السمك البلطي أو البوري. معلش في دوشة في الشارع كده زي ما انتوا شايفين. بقى نحط السمك كله الكمية اللي معانا كلها. تمام. في الدقيق بالثوم بالبهارات. تبلناهم طبعا كويس اهو زي ما انتوا شايفين. خلصنا بقى الكمية كده. ريحة اصلا الثوم بالبهارات تحفة تحفة. طبعا ابتدينا بقى كده نجيب الزيت بقى زي ما انتوا شايفين في المقلاية ونقلي بقى كده. هنقلي بقى حسب ما قدامنا حابب. عايز في تخديعة او في الصلصة زي ما انتوا بتحبوا تسموها بقى. وفي اللي حابب ياكله ناشف السمكة تبقى ناشفة كده حلوة. تمام. هنعمل بقى معاه رز بقى بالبصل. نقينا الرز زي ما انتوا شايفين كده غسلناه غسلة حلوة حضرنا البصل. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين. غسلنا بقى ونقعناه. تمام. هنرجع تاني بقى ايه نقلي بقية السمك مع بعضينا كده. كان يوم جميل التسلية بقى كان يوم حلو بصراحة. ربنا يا رب يخليلكوا كل حبايبكم. هنعمل بقى معاه شوية عصير بقى برتقان كده. حضرنا كل حاجة يعني جنبينا واحنا قاعدين اهو. طبعا كتمت صوت الخلاط عشان الدوشة. زي ما انتوا شايفين هنعمل شوية عصير حلوين يستاهلوا بقكم. هنخلص بقى برضه العصير كله اللي عملنا كمية عشان تكونوا بتحبوا العصير. عملنا جنبيه. هنبتدي بقى نحضر الطماطم بتاعتنا والخيار زي ما انتوا شايفين كده. اللي حابب بقى ايه ياكل سلطة اللي حابب يقطع طرنشات. احنا هنعمل ده وده وهنحمر جنبيهم بطاطس كمان لان السمك ما يحلاش بقى غير بالبطاطس المحمرة. انا بحب بعشق السمك مع البطاطس المحمرة او البطاطس المحمرة مع السمك. بعشقهم جدا. حضرنا السلطة اهو زي ما انتوا شايفين هنقطعها. بحب الطماطم الجامدة بس تكون حمرا بتبقى لونها حلو قوي في السلطة. قطعنا خيار كده زي ما انتوا شايفين طرنشات كده اهو. السمك زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بقى في النهاية شكله الجميل ده اهو. وعملنا السلطة زي ما انتوا شايفين.
السمك شكله روعة. طبعا حطينا فيه اللي حابب السمك في السلطة، السمك في الصلصة سوري. تمام. عملنا راضينا جميع الاطراف ايوه ايوه كده. هتبص السلطه جميله تحفه، يعني راضينا الطرفين، اللي عايز سمك ناشف واللي عايز حمرنا البطاطس زي ما انتم شايفين، وحطينا سمك في تخديعه او صلصه، يعني راضينا الكل اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شكله يفتح نفسي بصراحه. طبعا عملنا تحليه بعديها بس ما صورناش بقى عشان كنا حابين نقعد مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين السمك بقى، جنبيه البطاطس المحمرة والسلطة والعصير والرز بالبصل. شفتوا بقى بالشكل ده، وبألف هنا على قلب. وتسلم ايدين اللي كل، وتسلم ايدين اللي عمل، وبألف هنا على قلوبكم يا حبايب قلبي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.